السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. مواجهة الدور الثاني للدوري العام المصري. البداية حتبقى يوم الخميس، بيراميدز أمام الإسماعيلي. مواجهة صعبة بعد التعادل مع فريق وادي دجلة العنيد. وتاني يوم الجمعة الأهلي حيقابل فريق فاركو القوي. ويوم السبت حيقابل فريق الزمالك، فريق المقاولون. لكن قبل ما أتكلم عن هذه الماتشات، عندي أخبار. أكيد فريق كرة اليد الناشئين بصراحة بيعمل عظمة مع كل الفرق العالمية، وآخرهم الدنمارك والتعادل والصعود. ومقابلة قوية هتبقى أمام فريق أسبانيا. بالتوفيق لفريق كرة اليد. كرة اليد على فكرة أكتر فريق جماعي منتخب مصر عامل فيه إنجاز، وصل لثالث العالم ورابع العالم، وفاز على فرنسا، ويعني عامل صولات وجولات قبل كده. السوبر الأوروبي باريس وتوتنهام قمة الإثارة. فريق توتنهام خلاص هيحتفل باقي دقيقتين، وفي الوقت بدل الضايع فريق باريس بيتعادل وبيفوز بضربات الترجيح ليتوج بطلا للسوبر الأوروبي بعد الفوز على توتنهام بهذه النتيجة الدراماتيكية المثيرة جدا. الدوري الإنجليزي هينطلق غدا، ليفربول مع بورنموث. وهتبقى طبعا مواجهة مميزة جدا لمحمد صلاح، دايما بيسجل في بداية الدوري الإنجليزي. أما عن مواجهات الدوري المصري، فريق بيراميدز ما فيش رفاهية عنده، هيقابل فريق الإسماعيلي. ما فيش غير الفوز. مباراة قوية، بس مش من المباريات ذات العيار الثقيل يعني. فريق الإسماعيلي في المتناول، عشان يعني ينتظر فريق بيراميدز تعثر الأهلي والزمالك بعد كده. بعد كده فريق النادي الأهلي هيقابل فريق فاركو في مباراة فيها ترقب وخوف. ترقب ل إني عايزين نفوز ونفوز بدري بدري وبنتيجة مطمئنة. مفيش كلام غير على الفوز. وأكيد فريق فاركو فريق مميز وفريق قوي وفريق عنيد. وزي ما قلت لكم إن المباراة مش هتبقى زي المباراة اللي فاتت اللي فاز النادي الأهلي بكل سهولة 6. فريق فاركو عنده دوافع. تعادل الماتش اللي فات، لكن هو بيلعب أهلي وزمالك بشكل مميز جدًا. بيلعب بشكل دفاعي متوازن. مش هيلاقي سهولة النادي الأهلي في الفوز، وعليه إنه يعدّل أوراقه. يعني المفروض نشوف بداية يعني طبيعية للفريق. أنا قُلت قبل كده أنت لازم عشان يعني يبقى في استقرار فريق، بيع الشناوي، لكن ما ينفعش الشناوي يبقى موجود في الدكة. شُفت مستوى مصطفى شوبير مهزوز، لإني حاسس إني ما فيش استقرار في الدكة. عارف إن الشناوي قاعد وهو متضايق. فالأفضل إنك تلعّب الشناوي، وأكيد ياسين مرعي مع ياسر. هاني ما عندكاش أنت اختيارات. أعتقد عمر كمال يبقى أفضل في الشمال من شكري ومن كوكا كمان. يعني هو عمر كمال على فكرة مستواه مش مستقر، لكن ممكن بيلعب بعض الماتشات بكل قوة. وهو أفضل خيارات متهيأ لي. أو كوكا في وسط الملعب. أحمد رضا لو جاهز تمام. ديانج بن رمضان، أعتقد ديانج لازم ياخد من بداية المباراة. أعتقد برضه بن شرقي ياخد من بداية المباراة، وتريزيجيه يريح شوية. زيزو في اليمين واضح وصريح، وجريديشار بدلًا من شريف. ويبدِّل شريف مع جريديشار. يعني شريف ياخد الشوط التاني. أكيد هيبقى التبديلة ممكن الأولى في فريق النادي الأهلي. أكيد برضه ممكن مع تريزيجيه يبقى في تناوب. كريم فؤاد لازم ياخد في المباراة. حسين الشحات ممكن يبقى بديل. وطاهر. أنت عندك كده 5 تبديلات. لازم النادي الأهلي يصل إلى التوليفة اللي تخلّيه فريق مرعب، فريق قوي بكل أوراقه. ويعني لغاية ما يصل للفريق المميز وللتشكيلة المثالية، ويحل كل مشاكله. نادي الزمالك أكيد أكتر يعني استقرار وأكتر سعادة بفوزه. والماتش اللي هيلعبه بصراحة ماتش مش تقيل. الفريق المقاولين. يعني هذه المباراة أعتقد ممكن أقل حاجة الزمالك يفوز فيها 3 يعني.
فريق المقاولين أصلًا اتغلب 3 لكن الزمالك بكل لعيبته تخيّل عنده لعيبة مرعبة في الأمام، يعني تتكلم عن مثلًا ناصر منسي، عبد الحميد معالي، عُدي الدباغ، عمرو ناصر، أحمد شريف، ألفينا اللي يعني ظهر بمهارة عالية، شيكوبانزا. يعني تتكلّم عن صنعة ال 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 مجموعة من اللعيبة المميزة جدًا، وبالإضافة لأحمد حمدي جاهز مع ناصر ماهر وعبد الله السعيد وشحاتة. لأ الزمالك مليان لعيبة، محمد السيد وسيد جعفر ولاعيبة مميزة كتير جدًا. ممكن كان بالنسبة لحراسة المرمى مشكلة، ممكن يلعب مهدي سليمان، لازم ياخد ما أنت مش جايبه عشان تخلّيه دكة وسنّه كبير. مباراة أعتقد في المتناول بالنسبة لنادي الزمالك. هيلعب بمين؟ عنده بدايل كتيرة، ممكن يلاعب صلاح مصدّق بدل عمر جابر ويبتدي يجرّبه في هذا المكان في مباراة رسمية. أنا قُلت لك المباراة مش صعبة، ممكن يكون عنده مجموعة من الخيارات أو التبديلات اللي تساعده في المباريات اللي بعد كده.